السلام عليكم، نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو كيكه ديال التفاح، ولكن غادي يكون معها واحد الاضافات اللي غيعطيوها واحد المذاق زوين بزاف، ومعها بعض النصائح اللي حتى هما كيخليو الكيكه تكون ناجحه ولا مسكوته تنجح لينا، يعني تنفخ لينا وتعطينا واحد المذاق والشكل اللي هو زوين. اول حاجه كنبداو بها هي كناخذوا المول كندهنوه بالزيت وكنديروا معاه الطحين، كنفضوه مزيان وكنديروه في الثلاجه. كل ما بقى لنا المول في الثلاجه مسكوته ما كتلصقناش وكتجي مزيانه. ثانيا هي كناخذوا الفران تنديروه كيسخن. الا كان عندنا الفران مزيان ففيه لا شالور تورنونط فكنخليوه حتى كنقربوا نسالوا الكيكه عاد كنشعلوه. اما الا كانوا عندنا لي فوغ اللي هما العاديين فمن الاحسن اننا قبل ما نبداو في تطبيق هاد الكيكه هذه فكنديروا الفران يسخن هو الاول على 180 درجه باش يلاه تيسخن لينا مزيان. نبداو بالمقادير ديال الكيكه: 4 البيضات، كاس سنيده نطربوهم مزيان بالباتور، نزيدو كاس ديال الزيت ونخلطوا بالباتور مزيان او نطربوه حتى يولي لنا الخليط ابيض. من بعد غادي ناخذ 2 كيسان ديال الفورس مع 2 خمارات نغربلوهم مزيان ونخليهم على جانب. ناخذ المكون اللي غادي نضيفوه اللي هو كيعطينا مذاق زوين وكيجينا مع التفاح بواحد كيعطيه واحد اضافه زوينه، وهو الكونسونطري الحامض. لهذا الاقتراحات غادي نشوفوه مع بزاف ديال الانواع ديال الفواكه وكيجينا عصائر متنوعين، وهذا هو اللي غادي نقترحوه ان شاء الله. غادي ندوزو دابا ناخذ 2 معالق من هذا الكونسونطري الحامض نضيفوه مع البيض اللي طربناه مع الزيت وسنيده، ومن بعد غادي نضيفو الطحين شويه بشويه. من بعد ملي غنطربوه مزيان دائما على السرعه الاولى غادي نساليو حتى كيولي لنا الخليط متجانس صافي وكيبان لنا بانه كيعطينا خيط هكذاك اللي تيكون خفيف ومزيان. من الاحسن ناخذ سباتول ونخلطو من التحت للفوق باش الا بقات لنا شي حبيبه ولا شي حاجه ديال الطحين كتزول، وكنخلطو بالسباتول مزيان باش كيتهوى لنا نيت الخليط ديال الكيكه. صافي دابا غادي ناخذ المول غنجبدوه من الثلاجه نفرغوا فيه هاد الكيكه اللي صوبناها، نخويو فيه الخليط ديال المسكوته ولا ديال الكيكه، وغادي ناخذ التفاح اللي غنكونوا قشرناه وقطعناه طريفات، ماشي بالضروري يكونوا طريفات صغار اي رقاقين، يمكن نخليو غير هكذاك دي مورسو ولا طرافي كبار، نوزعوه مزيان فوق من الكيكه ونحاولوا نعمروها مزيان وندخلوها للفران طيب على 160 درجه. ونتبهوا لها دائما، خصنا نكونوا كنديروا يعني كنراقبوها واش تحمرات ولا لا. ولا بغينا نديروا بالطريقه العاديه ديال الطياب كنشعلوا عليه غير من التحت حتى كتطلع لينا مسكوته وكتنفخ مزيان، عاد كنشعلوا عليه من الفوق باش كتدير لنا لا دوغور وكتحمر مزيان. مني كنخرجوها من الفران مباشره كناخذوا الاقتراح اللي غادي نضيفوه حتى هو ديال الكونفيتور ديال العنب اللي غنكونوا تاو موجدينه. كنبدلوا شويه من دائما كونفيتور ديال او المربى ديال المشماش، فناخذوا شويه هاد الفواكه اللي تيكونوا دابا متوفرين عندنا، يا التفاح يا العنب ولا بزاف ديال الفواكه كنصوبوا منهم لي كونفيتور وندهنوا هكذا من الفوق. ان شاء الله يجيكم الاقتراح زوين وفي المتناول وبصحه والراحه في اقتراحات الماجين ان شاء الله.